الأنس بالله. يا سلام، كلام عجيب. قال ابن القيم: مراد الجنة الأنس بالله. أعلى ما في الجنة شو؟ ها؟ أعلى ما في الجنة ربوبية الله جل وعلا، وهي الأنس به سبحانه. لذلك لا تعتى العبد. بالمناسبة أنا أعمل لي خطبة عن الأنس بالله، لأنها ليس بعدها عبودية، قمة العبودية أن تأنس بالله، لأنها تقارن مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أنس به سبحانه. يا سلام. طيب، ابن القيم يقول: لا بد من أن نجتهد في صفد الأنس وتحصيل الأسباب المقوية للعبد على أن يكون آنسا. لا، ابن تيمية رحمه الله، والله يا أخواننا السلف دي عندهم شيء عجيب. شيخ الإسلام رحمه الله لما أدخل السجن وجعل الذين أدخلوه السجن ينقلونه من بلد إلى بلد، فكان يقول: مساكين أعداء، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة لرب، وترحيلي سياحة في أرض ربي، وقتلي شهادة للقاء رب. ماذا يفعل أعدائي؟ كان طلابه يزورونه ويجدونه في قمة السعادة. إخواننا، الزور المبسوط والزهجان بتشوفوا بشوف في وشه. إحنا والله العظيم أقل حاجة زي كده. الزور كان فلس يشاكل بلا سبب وما أكلمك، والله أي تلقى شاكر تمثالي بلا سبب ده تلقى مفلس. الشكل بتاع الناس بلا سبب ده الفلس. زور جاته أي حاجة عكرته بيتضايق. ابن تيمية دخله في السجن، بعدين معه ناس قاعد يدعوه جوه السجن، قاموا طلعوه دخلوه في زنزانة براوي. فطلابه لما يزوروه يبقى مبسوط، يضحك يبتسم. فلما سئل عن ذلك قال: لست مسجونا، لست بمسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون من سجنه هواه. في ناس حايمين يقول لك الحرية، والحرية هو في قمة السجن. كما قال ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الحرية في العبودية لله، والتحرر من عبودية الله عبوديته للشيطان والنفس. فيقول ابن القيم رحمه الله: لا يعلق به شيء، أي لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طرله الباعث على الأنس به، لأنه بعد أن ذاق حلاوة الأنس بالله لا يريد لشيء أن يشغله عن الله، لأنه ذاق حلاوة الأنس. لأن كثير من الناس ما بيقدر يجنب البراء، يذكر الله. قال: ورجل ذكر الله خاليا، ده عنده أنس. فشنو؟ شو ما بيقدر يجنب البراء، ولو قاعد براء طوال يمسك الموبايل يطبس فيه، ما بيقدر يجنب براء تذكر، ما بيلقى أنس، لأنه لم يذق طعمه. أما وإنه لو ذاق طعم الأنس لما رضي أن يشغله أو يأخذه أحد عن الله سبحانه وتعالى.